السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيت نحضر معاكم هذه الوصفة بالشوفلير في الفرن، سهلة وبسيطة واقتصادية، بدون لحوم بدون بشاميل، وتجي روعة في البنة. هنايا جبت شوفلير الكمية اللي تكون عندكم. هنايا انا درت نص راس تاع شوفلير، ما بدش نكتر. جبته هنايا ونقيته وغسلته مليح مليح بالخل وشلته وقطرته وقطعته قطع صغيره ودرته في هذا البلا اللي يدخل للفور كما راكم تشوفوا. زيد عليه حبه تاع طماطم تكون شويه كبيره مع ورقه تاع الرند. هنايا زوج فصوص تاع الثوم، شويه تاع الملح، شويه فلفل اسود. هنايا درت شويه تاع القزبر مطحون، وهنايا زدت شويه تاع الكركم. تقدروا تضيفوا زعفران بركم على جال اللون. هنايا درت زوج مغارف تاع الزيت، تقدروا تستخدموا زيت الزيتون للناس اللي تبغي تاكل اكل صحي. وهنايا اصلا هاد الوصفه مناسبه جدا للناس اللي ياكلوا اكل صحي. وهنايا نخلطوا هذاك الشوفلير كيما راكم تشوفوا. كنخلطوه مليح باش كامل يمتص كامل هذوك الذوق تاع التوابل وكاع، يتبل بهذوك التوابل والثوم وكاع. نخلطوه مليح كيما راكم تشوفوا هكا. وهنايا نمرق بشويه تاع الماء اللي يكون ماء عادي، يعني ما يكونش ساخن ولا. كيما راكم تشوفوا هكا يغطي لنا النص تاع هذاك الشوفلير، يعني ما يغطيهش كاع، هذاك الماء يجي في النص برك باش ما يجيناش ناشف. وكان نكثروا له الماء غادي يشرب الماء بزاف وما يجيش مليح. كيما راكم تشوفوا هكا باش يطيب لنا غايه تاني. ومن بعد نغطوه ببابي كويسون كما راكم تشوفوا. درته في الماء باش يساعدني ويتشكل على حساب هذاك البلا، وغطيته بورق الالومنيوم. وهنايا نديه يطيب لمده 45 دقيقه في الفرن. وهنايا بعد ما طاب الشوفلير كما راكم تشوفوا نتاكدوا باللي راه طاب مليح، يعني ما يطيبش نص طياب ولا يكون طاب مليح. وهنا نقلعوا هذيك الورقه تاع الرند، وعلى جهه نجيبوا في غرفيه ولا. درت هنايا زوج حبات تاع الفرماج، اي جبن يعني عندكم تقدروا تستعملوه. ونضيف عليه حبه تاع البيض، تقدروا تضيفوا زوج حبات. انا هنا كانت عندي حبه برك ضفت حبه يعني. وهذاك ايضا البيض يكون على حساب كميه شوفلير اللي درتوها، كل ما تزيد الكميه تزيد كميه البيض. واللي يبغي البيض بزاف باينه يكثر، هذه باينه. هنايا ضفت عليه تقريبا ربع كاس تاع الحليب. من الاحسن ديفو ياغورت ناتور، يعطي قوام احسن من الحليب لهاد الخلطه اللي ضفناها. انا ما كاش عندي ضفت الحليب عادي. وهنايا ونفرغوه من نخلطوه مليح كما راكم تشوفون. نفتو هذاك الفرماج اللي درناه مليح ونضيفوه من الفوق هذاك الشوفلير كما راكم تشوفوا هكا. نسيو نغطوه كاع بهذاك الخلطه اللي درناها. وهنايا نوزعوا هذاك الفرماج من الفوق. هنايا هاد الفرماج تقدروا تستغناو عليه. وهنايا ندخله للفرن يعاود ينشف شويه. وهنايا ضفت له الجبن المبشور اختياري، الا ما كاش عندكم خلوه يكمل طياب ويتحمر من الفوق عادي. انا هنا ضفت له هذا الجبن المبشور ورديته في الفرن باش يذوب هذاك الجبن. وهنايا كما راكم تشوفوا بعد ما طاب شوفوا كيفاه يجي. يعني هاد الوصفه سهله ماهله واقتصاديه جدا، ما تحتاجش مكونات بزاف، واي واحد يقدر يحضرها. يعني مشي صعبه وفيها صوالح بزاف ومكونات بزاف وتفاصيل بزاف، يعني بسيطه جدا. وهنايا قسمتها معاكم شوفوا كيفاه يجي يعني. وحتى في المواعين ما تكثروش بزاف، غير في بلا وانتم طيبتوا فطور ولا حشا. انا شوفوا كيفاه يجي رائع. وهذه كانت وصفتنا السهلة والبسيطة لنهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم، ونتمنى تجربوها وتشاركوني تعليقاتكم.
ولمزيد من الوصفات السهلة والبسيطة والاقتصادية أيضا، دعمونا بلايك واشتراك وبارطاج الفيديو باش تكبر القناة تاعنا. وإلى اللقاء.